معنا الأخت السيدة يوسفي أمينة، الناطقة باسم النساء اللي كانوا كيشتغلوا في المطعمة أو التغذية المدرسية، واللي كانت صار واحد المشكل حول الاستحقاقات ديالهم الشهرية، وما أثير حول ذلك من لغط ومن تجاذبات وتدافعات. معنا الأخت أمينة غادي تدلي لنا بواحد التصريح حول ان كاين تيروج بان كاين تخلصوا ما تخلصوش ضمانات، كاين شهر باقي، وهذا ممكن تعطينا شي توضيحات في هذا الاتجاه هذا؟ السلام عليكم. المهم استاذ، حنايا انا يوسفي امينه، الكاتبه الاقليميه للجامعه الوطنيه للتعليم. المهم عيطنا الناس اليوم العيالات اللي هما ما تخلصوش مده دابا عامين. كاين بعض المهم شي ناس اخرين سناو لهم ابراء الذمه فيها غير شهر، وهذيك ابراء الذمه فيها شهرين، فيها 60,000 ريال. المهم هذوك الناس عطاوهم 30,000 ريال وسناو لهم ابراء الذمه وعطاوها لهم. حنا جينا اليوم وعيطت على الاخوات وجاو وحضروا. المهم حنايا كجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي حنا ما كنبيعوا وما كنشريو، هادشي هو اللي كاين استاذ. اليوم ان شاء الله غادي يشدوا المستحقات ديالهم ان شاء الله، وحنا خدينا ضمانه بان الناس راه غادي يلتحقوا بالخلاص ديالهم ان شاء الله بالاجور ديالهم. اليوم بالنسبه للنساء اللي في الخلف ديالك، هما النساء اللي معكم في هاد الناس هادو اللي جاو اليوم، هادشي كلشي جاو من إسحاق، القباب، إسيغيدن، كروشن، دار التلميذ، جاو ان شاء الله. اليوم غادي ياخذوا المستحقات ديالهم. اليوم ان شاء الله يتحل المشكل. اليوم غادي يتحل المشكل صفه نهائيه ان شاء الله. نتمنوا لكم التوفيق، ونتمناو ان الاخوات يتوصلوا بالمستحقات ديالهم. وشكرا. بالنسبه للمشكل ديال عاملات الطبخ باقليم خنيفره، وتحديدا بالحوض المدرسي ديال القباب، إسحاق، إسيغيدن والنواحي، هذا المشكل هذا غادي يتعالج نهائيا وبطريقه جذريه اليوم، وبطريقه منصفه ايضا بالنسبه للعاملات، بحيث سيتوصلنا جميعا بالاجور والمستحقات ديالهم كامله. لذلك الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي تصدات لجميع المحاولات ديال اللعق ديال العرق ديال العاملات، السمسره في عرق العاملات، وقامت بتحقيق مطلبهن كاملا غير منقوصه. لذلك تنقولوا بان الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي هي اعاده بعث الامل في النضال النقابي الشريف، في النضال النقابي بالبوصله الطبقيه اللي تتامن بالطبقه العامله وما تستخدمهاش وما تتاجرش بها وما تتخلص منها ريتما تحقق المبتغيات ديالها. بالاضافه الى نقطه اخرى وهي التصدي للسمسره النقابيه ولكل اشكال الانحطاط النقابي. بالنسبه للعاملات كلهن منضويات تحت لواء الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي في اقليم خنيفره، هذه النقابه الصادقه والشريفه اللي تدافع على المدرسه العموميه والمرفق العمومي، واللي كانت لها ايضا تسجيل نقطه الفسخ ديال واحد المجموعه ديال الصفقات مع المقاولات اللي ما تحترمش دفاتر التحملات، واللي تتحاول حتى هي انها تغتني بالجوع ديال الاطفال. الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي ممكن تهضر لنا على الصيغه اللي تم بها حل المشكل؟ بالنسبه للمشكل كما قلنا فهو عولج بطريقه جذريه ونهائيه وتوصل كل المستخدمات بالاجور ديالهم كامله. تلك الحلول المنقوصه والمشكوك فيها والتي تقدم لنا حلول العار، اللي هي خذوا شهر والله يعاون في شهر، ولا عطيو ابراء الذمه وسيروا تسناو حتى تسوى الامور وتزدار الوضعيه ديال المقاول وتخلصوا. هذه الحلول كلها رميناها الصندوق القمامه ديال العار النقابي، والان نقابه شريفه ومناضله ومكافحه تتسجل واحد الانتصار جديد في المعارك ديالها الشريفه من اجل خدمه الطبقه العامله وليس استهلاكها. التتبع ديال القضايا ديال الطبقه العامله في اقليم خنيفره. اذا معكم محمد بوسختين، كاتب الاتحاد المحلي للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل بخنيفره. الموضوع ديال عاملات الطبخ اللي تابعين الشركه ديال ايبوك كانوا في واحد النقابه في خنيفره، وكان الباترون ولا الشركه ما خلصتش هاد العاملات شهرين، شهر يناير وفبراير 22 تقريبا، راه سنه ونصف. من بعد جاو عندنا هاد العاملات توجهوا عندنا المقر، اتصلوا بنا قالوا ودي
حنا راه كنتميو لواحد النقابه، ولكن راه ما حلولناش المشاكل ديال شهرين. راه مشات الشركه بحالها قال لهم ما كاين حتى مشكل، السي دي تي ديال الطبقه العامله وكما كنقولوا هي نقابه الشعب. اذا باشرنا عمليه ديال الحل ديال المشكل. الاتصالات ديالنا درناها مع مفتي الشغل، مع المديريه الاقليميه ديال التعليم، اللي طالبنا السيد المدير الاقليمي ديال التعليم باش يحاول يوقف الى ما زال شي تسويه بينه وبين الشركه يوقفها الى حين تسويه ديال الاجور ديال هاد العاملات هذه. ثم كذلك اتصلنا بالسلطات، حطيناهم عطيناهم المشكل على اساس باش يديروا معنا المتابعه، لان حنا كنفكروا كنا كنوجدوا باش نراسلوا السلطات باش نديروا لجنه ديال المصالحه الاقليميه. هذا حطينا الاحتمال في حاله ما لقينا تصلب من طرف الشركه. باش الاتصالات ديالنا جا صاحب الشركه، الشريك ديال صاحب الشركه، درنا معاه جلسات ماراطونيه، لحقنا لان ضروري خصنا نلقاو حل، لان الشركه ريزيليات مع المديريه الاقليميه ديال التعليم. اذا بقى خصنا نلقاو حلول. اذا من ضمن الحلول اللي درنا هي غادي نديروا العاملات ابراء الذمه، وهذيك ابراء الذمه ديال شهرين غادي تكون عندنا حنا في النقابه، وما غادي تسلم للشركه الا بعد تسويه اجور ديال شهرين. جا العيد طلبنا من الشركه، قلنا ودي العيد هذا عافاك شوف كيدير حل، لان تيوكل راه ما عنديش ما مخلصش، وهذا ان قدرنا حتى هو الظرف ديالو، حنا ما عندناش علاقه بالباقي انه خلص الممول ولا ما خلصهمش. حنا نقابه ديال الطبقه العامله. اذا في هذا الجانب هذا حنا اشتغلنا، ما همناتناش مشاكل اخرى. اذا فاش شاف هو تيوكل ما عندي باش نخلص، على الاقل غتوري لنا النيه ديال انك مستعد تحل معنا المشكل. اذا اتفقنا وجينا للمقر الاسبوع الماضي، شرطنا عليه يجيب فلوس ليكيد، ما كاين لا شيك لا حتى حاجه، لان الثقه رغم ذلك حنا ما كنثيقوا في حد. خصنا الشيك، خصنا الفلوس تكون ليكيد. اذا جاب العاملات ديال الطبخ جمعناهم في المقر، راه درنا نشرنا صور، نشرنا لي فيديو، وتسلموا الاجره ديال الشهر، وفي نفس الوقت سلمونا ابراء الذمه. وابراء الذمه عندنا احنا في النقابه، ولا يمكن تسليمها المالك الشركه او صاحب الشركه الا بعد تسويه الشهر الثاني، وما يمكن يتسلمهم الا بحضور العاملات انفسهن وانفسهم. كاع اللي معني نهار يكون مستعد يعطي الشهر الثاني، وهذه هي الوعد اللي خدينا. غادي يجي يحضر، عاوتاني نحضروا في المقر، وغنديروا جمعه مع عاود العاملات والعمال ديال الطبخ، وغادي يشوفوا دوك ابراء الذمه قدامهم، يتسلموا الشهر الثاني ويتسلم ابراء الذمه. اذا هكذا باختصار تم حل المشكل في مده ديال شهرين، لان السي دي تي قدرت ما يمكنش كتعتبر الثقه مادام هاد العاملات جاو دقوا بابنا واخا ما منخرطيش معنا الا وانهم تايقين في السي دي تي. اذا حنا كنا في مستوى الثقه ديال هاد العاملات اللي راه كيشكرونا وقالوا لنا كاع نخرطوا، قلنا لهم ماشي وقت الانخراط هذا، الا بغيتوا مقتنعين حنا جيتوا نحلوا لكم المشكل، حنا حلينا المشكل، نصف المشكل تحل والنصف الاخر في طريق الحل. بغيتوا تنخرطوا سيروا حتى 2025. اذا هذا باختصار كيفاش جرت الامور. وحنا بالنسبه لنا في سي دي تي لا تهمنا الدعايه او التشهير المضاد اللي داروا بعض الاطراف. حنا داكشي حنا اللي تيهمنا هو الحل المشاكل ديال الطبقه العامله.